يعني لو قلنا المهارات اللي اتنقلت منك كرب لمديرة، هي الكونسيستنسي او صح، اللي هو الثبات والبرزيستنت للحاجة اللي انا عايز اعملها، الاجتهاد في شغلي والمثابرة عليه، ان انا ابقى حريصة على ان ابني اسمي، كل ده اتنقل معاكي كمديرة صح؟ ده اكيد. ايه التحديات اللي قابلتك اول ما اشتغلت مديرة؟ اول ما اشتغلت مديرة اللي هو انا كنت لسه بقى مش فاهمة ان دي مهام ودي مهام تانية خالص، يعني امم. الشغل بقى والجري وان انا اروح مش عارف فين عشان اعمل ايه. هو ده برضو لسه ستيل لحد دلوقتي انا بعمل كده بس في حاجات بقى بتبقى ايه اهم من ده، اهم من ده اه. ان انا عايزة الناس اللي معايا تعمل زي ما انا عملت، او بحاول. ما انا برضو دايما افتكر حاجة كده، ان انا يعني ما احبش ان انا افرض عليهم حاجة. يعني يعني اللي لو انا بيشتغلوا زي ما كنا شغالة، اه اه بالظبط اه. كده، يعني انا مش مثلا هقول لها لا انت لازم تنزلي كفر الغاب ولازم تعملي مش عارف ايه، بس انا بحببها، يعني بعرفها ان ده فعلا لو انت عملتي كذا وكذا 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 هتوصلي بشكل اكبر والدنيا هتبقى احسن. ان هي ليد باي اكزامبل، او ان انا يعني اقناع، إن اقنعه حتى بالفكره لو ان هو انا يشتريها، اعامله على اه انه دكتور وابيع له الفكره. حتى لو انا هم كمان لما بيدخلوا معايا مثلا زياره في مكان بعيد ولا حاجه ويلاقوا الدكتور مثلا عارفني ولا حاجه، فتحس ان هي لا ده ايوه الموضوع طلع بجد بقى، ايوه صحيح. ده فعلا الدنيا. او مثلا ادخل زياره والدكتور يبقى عارفني بس من الفيسبوك ولسه اول مره ازوره، فيبص يلاقيني قدامه مثلا ايه ده نيفين بنت الراجل الطيب اهلا ومش عارف ايه وكلام مم. زي كده. فبرضه دي حاجات من ضمن الحاجات. وزي ما قلت لحضرتك بقى الرسائل بتاعت زمان كانت بتبقى رسائل، دلوقتي انا مثلا لما بيبقى عيد ام ولا حاجه يا شباب يا كل حد عنده دكاتره بيعزهم ويحب ان هو يتواصل معاهم دايما. الحاجات دي بتفرق. مسج كويسه، هديه بسيطه طبعا من الشركه اكيد. كلام زي كده، كل الحاجات دي بقى بحاول ان هي تبقى موجوده في الشباب اللي شغالين معايا. اللمسات الانسانيه دايما يعني. دايما. مم. انا سمعت جمانة، الدكتورة مم. جمانة بسم الله ما شاء الله عليها بجد محترمة. آم، قالت من ضمن الحاجات، على فكرة انا بعت الفيديو للشباب عشان يسمعوه بجد. الله يكرمك يا رب. اه والله. قالت ان هو دايما المشاعر بتغلب على حاجات كتير. ده برضو احنا اتعلمناه، يعني اتعلمناه من الفيديوهات مع حضرتك، اتعلمناه من الشغل في الماركت. لا المشاعر بتختلف، ان انت طول الوقت يعني بتدخل للدكتور من حتة معينة، ما هو بيشوف 3000 مندوب مثلا في الشهر ولا صحيح حاجة. صحيح صحيح. اه مين بقى مين مين اللي بيدخل؟ هيسمع معاه؟ مين اللي هيفتكر؟ في حاجات مهمة، مين بيدخل لابس كويس ومحترم المكان اللي هو فيه ومحترم حاله ومحافظ على شكله، وبيدخل للدكتور بشكل كويس، داخل مرتب حاله قبل ما يدخل، عارف هو داخل ليه وعايز يقول ايه وعايز ايه من الزيارة دي، ومش داخل يضيع وقت الدكتور وبس. لا وحريص على الدكتور كمان، زي ما قلنا موضوع ان انا طول الوقت محسساه ان انا حريصة عليك، انا مش جاية بس عشان استفيد منك وامشي، لا ده انا طول الوقت برضو يهمني ان انت ابقى حريصه عليك، سواء في وقتك لو وقتك مش سامح ان انا اقعد اتكلم معاك النهارده، لا ده انا ممكن اجي لك تاني وقت تاني، لو دكتور داخل عمليات ولا حاجه مش لازم بقى اوقفه، لا ده انا لازم اقول لك كل اللي انا حافظاها اوعى. ف ايوه هخلص وعندي ريبورت لازم يتكتب وادخل السيستم. بالظبط كده. في لمسات كده الواحد بيحاول طول الوقت ان هي تبقى موجوده مع التيم معاه. زي ما قلت لحضرتك، يعني انا كان معايا حد محترم جدا جدا جدا، من الناس اللي اشتغلوا معايا، وونس ان هو جه مثلا، هو فعلا انا لو ما اشتغلتش معاه هقابله في زياره هقول له يعني انا عايزه رقمك، او انا عايزه لو في فرصه كويسه ان احنا نشتغل مع بعض يا ريت. ليه اه بقى؟ يعني لان هو اسلوبه. اسلوبه وشكله ولبسه واحترامه وقعدته في العياده، قاعد ازاي، بيعمل ايه طول ما هو قاعد كده الدنيا متلخبطه ولا قاعد كده
يعني النظرة بتاعت المدير بقى دايما بيشوف كل الحاجات اللي هي يعني هو قاعد ازاي بيعمل ايه، طب دخل سلم على الاسيستنت ولا دخل قعد كده وخلاص، لما بقى تفرج لما هي تنادي عليا تقول لي تعالى ادخل الزيارة، وحريص على وقته ولا لا. كان معايا حد اسمه طارق، ده محترم جدا جدا جدا. حصل له هانتنج برضو من اسلوبه وطريقته في العياده. ومن لبسه وكلام زي كده، وراجل محترم جدا، وتلاقيه مثلا ممكن تبقى زيارة الساعة 12 ما عندوش مشكلة. انت فاهم ازاي؟ اه، فطارق يعني ده مثال واضح جدا. ولما جه قال لي ده في شركة وفي واحد اتنين تلاتة، طب انت احتياجاتك دلوقتي او كذا او كذا او كذا، طب تمام، جو ان ربنا يوفقك. وعلاقتي بيه لحد دلوقتي كويسة، ومن الناس العزيزة جدا على قلبي. بتراعي الناس بشكل رهيب يا دكتورة نبيل. أي حد بيتعامل معاك فعلا يعني أنا افتكرتك بالخير بصراحة يعني. وده كان لافت انتباهي دايما. أي زميل يتوفاه الله يعني على طول بتنزلوا له عزاء وتقعدي تدعي له بزار الغيب سنة واثنين وثلاثة وتقعدي تدعي له. انا والناس عايزة تتفاجئ إن يبقى فكرك إن هو مثلا أنت عارفاه من القرايب ولا ممكن ما تعرفوش أساسا، بس عشان هو كان والله ده زميل حقيقي. ان اه هو ده في الاريا، ان هو زميل ميديكال ريب او مدير بس. فبتقعدي حقيقي. تدعي له. فبصراحه انت يعني عندك امتنان وعندك وفاء رهيب الحمد جدا لله والله. للناس. انت فعلا انا بتدور على الاثر فعلا. يعني دي من الحاجات برضو اللي انا نفسي، يعني ربنا يا رب يكتب لنا الخير والسلامة دايما. آم، الناس آم، تفتكرنا بالدعاء. بالدعاء دايما، وتفتكرنا بحاجة كويسة. يعني بخاف قوي لو حد مثلا، لو انا يعني اخاف قوي ان انا وانا في مكاني ده حد يزعل مني، او حد عارف، زي ما انا بقول لحضرتك كده، ما بحبش افرض حق على حد حاجة انا انا بعملها مرضاش تفضل. لنفسك، يعني مرضاش انا مثلا، اه. وانا مندوبة، انا مش تفضلا يعني. برضه انا ما كنتش بتفضل على المكان اللي انا فيه، بس يعني هو ما حدش طلب مني كده وانا عملت كده بمزاجي. ما احبش بقى او مثلا يوم ما كانش فيه اجازه، او يوم اجازه قصدي، وانا كان عندي حاجات مهمه فنزلت عشان اخلصها. ما ينفعش ان انا اطلب من الناس اللي شغاله معايا انزلوا زي ما انا نزلت. لا، اي حاجه انا بعملها تفضل مني، ما احبش افرضها على حد ابدا مش ابدا. انا كنت بعمل وبسوي اه، وكده يعني، عايزه لا. اقول لك ان انا والله العظيم لحد دلوقتي اي مكان بنزله وفي دكاتره مثلا يعني توفاهم الله او حاجه زي كده بفتكرهم. بس جيت حصل. مره بقى كده لقيت حد يقول لي ايه، انت بتقعدي تفكرينا واحنا بنزعل واحنا بنفتكر ان دول لسه متوفين حالا. يعني عايزه اقول لك ان انا كل ما اجي اكتب بوست في رمضان ولا حاجه، يعني عشان ادعي لحد او من الناس الزملاء او كده، والله ارجع. طبعا عشان الناس بقى بتتضايق وكلام زي كده، بحاول برضو طول الوقت ان انا يعني ايه لا يا ست افتكرهم. اكتبي، لا لا اكتبي ان للذكرى وللوفاء وكده. عرفي مثلا كهت ان اخر مره فعلا انا كنت عامله بوست عن شربين، يعني انت كنت هناك اه فعلا. اه الناس فز- الناس مم. الناس هناك كانت سبورتد، وكانوا يعني الناس محترمين، افتكرهم كلهم بالخير، الله يرحمهم يا رب. ويا رب يا رب لما احنا نروح نلاقي حد يفتكرنا بالخير كده. ودايما اقول يا رب احفظ لساننا من الغلط، يا رب يسدد خطاه. يعني الواحد طول الوقت ربنا بيبقى يرزقك العافيه دايما حريص يا رب. جدا يا رب. ان هو عارف يا دكتور علاء مم. المسؤوليه ان حد يبقى شغال معاك. يعني والله طارق، احنا كنا بنتكلم من كام يوم، فقال لي كلمه كده من ضمن الكلام، قال لي انا اكتر حاجه مبسوط بيها ان انت كنت اول مديره ليا. يمكن ده خلاني بيفضل اكمل. يعني الاثر انا خايف اه. اقول الكلام ده الناس ما تصدقنيش، بس والله العظيم الناس دي موجوده، وعارف لا بقى كان اللي توفاهم الله وذكرهم بالخير يعني، اللي هو ما فيش اي حاجه انك تذكريهم، يعني ما فيش ايه. في يعني ناس انا ما مش عايزه كنتش منهم اعرفهم حاجه. يعني. ايوه، او يعني الناس في انا ناس أنا عارف فعلا انك مش والله ما كنتش عارفاهم اعرفهم. كمان. يعني في ناس انا فعلا ما كنتش اعرفهم، الدكاتره طبعا ما كنت عارفاهم، انما في ناس زمايلنا انا والله العظيم ما كنت اعرفهم، ورحت عزيت في بيتهم. يعني يا رحت الناس فعلا، دخلت بقى والله كان الايموشن زميلنا يا ده. شباب، الناس اللي اتفرجت على اه، سيلز بيرسونا الاحمر وبتدرس. كان ضارب يا جماعه. الاحمر كان ضارب.
ف... فبقول دايما بخاف ان انا مثلا يبقى حد وانا اتولى امره اللي هو انا مديرته او حاجه واثر على حياته بالسلب دي. يعني ببقى طول الوقت، يعني مثلا ممكن ابقى يعني هو الحاجات دي في حاجات لازم تبقى يعني واضحه وصريحه، لازم الواحد يبقى سيرت فيها طيب بص يا دكتور هو علشان كده يعني احنا أول مرة نتكلم إيه في نمط شخصية جديد ومختلف ونقاط قوة. هدية مني ليكي، هبعت لك ريبورت بالريسبونسابيلتي، تمام. حوالي 10 نقاط استخدام للريسبونسابيلتي، وهديك حوالي من 6 ل7 نقاط تليدي بيهم الناس كليدر بالريسبونسابيلتي، مم. وحوالي 4 أو 5 نقاط كأم مع أولادك. يعني كده التوتال أكتر من 20 نقطة إن شاء الله. هدية الحلقة ليك يعني. ميرسي، ربنا يخليك، الله دايما يعزك يا تفضل رب. بالخير والله يا الله دكتورة يعزك. حاجة ما تخليش طيب منك. قول لنا بقى في حتة تيم واختيار الناس. طب أنت دلوقتي بتحب إن كل الناس وشايفة الناس كلها حلوة، معضلتك بقى في الانترفيو هتبقى صعبة. أنت عايز بحس تاخد كل والله الناس. ما لا لا لا، بس في حاجات ها، يعني بتوصل، يعني قولي عارف، لي يعني بقى في بتختاري حاجات إزاي كده. بقى. اه يعني أنا فريش، مثلا هتختاريني إزاي؟ آم، يعني احنا مثلا كان عندنا انترفيو النهارده مع حد فريش. بس هو تمام. فعلا 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 حد عايز يتعلم، حد يعني بعد ما مشي من الانترفيو بعت مسج: يا جماعة لو أنا في حاجة، لو ربنا وفقني تمام، لو ربنا ما وفقنيش عرفوني إيه الحاجات اللي مزد مني عشان أتعلمها، عشان أعملها مم. المرة الجاية. فده شخص ما يعني طول الوقت يعني عارف أنت إزاي. في حاجات مهمة بقى، يعني اللي هي أصلا الأسلوب بتاعه وطريقة كلامه وطريقة لبسه واحترامه للميعاد. دي الحاجات الأساسية اللي هي في الأول قبل ما نتكلم ونفتح بقنا. هو مم. الراجل جه ومحترم، ومثلا أو الدكتورة اللي جاية تعمل انترفيو جاية محترمة ميعادها، لابسة فورمال، لابسة كويس كذا مش عارف ايه كذا. بعد كده بقى في التفاصيل بتاعة الكلام بيبان حد بقى عايز بس اللي هو ايه، الفكرة بتاعت انا عايزة ابقى كل يوم في بلد وعايزة اعمل علاقات جديدة وعايزة اعرف ناس جديدة وكلام زي كده. ولا لما اقول لك مش عارف انت هتنزل مثلا مكان بعيد عليك ساعة ونص، او الدكتور قافل الزيارة فهتعمل ايه؟ طب لو حصل في حاجات معينة كده بتبين الشخص اللي قدامك إذا كان هو فعلا عايز. مش دايما يعني بيبقى القرار في الانترفيو في الآخر بيبقى صح 100%، ولا يعني في صحيح، بس الانترفيو انا بتكلم لأن على هو اللقطه العامه او اللي تخليه اشد هي او النقطة. اعمل مفاضله يعني. لو انا ما بين كذا حد بختار عن طريق يعني مش عايزه اقول باحساسي اكتر، بس لا، في ناس بتبقى داخله لا باين ان هو حد جد وحد عايز يشتغل وحد عنده مسؤوليه تجاه الشغل. انا اهم حاجه بتفرق شخص عن شخص. في حد بينزل كده يعمل العلبه دي انا حطيتها هنا وازيك يا دكتور وشكرا وكلام زي كده، وفي حد لا عايز يعمل زي ما انا قلت كده، عايز يعمل اسم وعايز يكمل في الكارير وعايز يعمل حاجة في صحيح، في يبقى في في, في صحيح يبقى حبه للمكان، حرصه على التطور، حرصه على التعلم. سأل عن المكان، خد فيدباك. عايزة مم. اقول لك احنا عملنا مرة انترفيو مع حد، بعدها بيومين لقيته في الاريا وهو فريش. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ تعالى هنا، انت فين؟ انت رايح آه. فين؟ قال لي انا باخد فيدباك عشان، وفعلا ولقيته كاتب وكاتب اسماء البرودكت اللي احنا شغالين عليها، وفعلا بياخد فيدباك وفعلا عن الشركه اللي معاك انت على عمل انترفيو ولسه يعني يا هيشتغل معانا يا مش هيشتغل معانا بجد والله. وكان لسه من النتيجه بلد ما تانية. ظهرتش. اه. يعني كان من بلد تانية وانا قابلته في شربين. امم. فبقول له انت اشتغلت؟ ما اكيد ده ايوه. هينزل ميزته دي. ليه الاريا ده؟ اه. فلقيته لا، في شباب بجد والله يعني ما كتير شاء الله، والله بيبان جميله جميله. عليهم، يعني بيبان ده عليهم ان حريص هم على التعلم، ده حريص ده. يعني ولا على انت شايفاه التعلم. ولا عارفاه، ولا فرصة المقابلة تكاد تكون مستحيلة، ولا يجي في باله انك هتشوفيه.
اه حد بقى عايز ماسك في الفرصة بإيديه وأسنانه وعايز يشتغل، لأن الشركات كتير دلوقتي، ما هو الشركات كتير في أماكن كتير والناس كتيرة والناس كتيرة. الدنيا سهلة عن الأول كتير، يعني الأمور بقت سهلة دلوقتي عن يعني الإعلانات والفيسبوك والسوشيال ميديا والحاجات دي. لا الدنيا بقت أسهل كتير. طيب قولي لي يا دكتور، في نقطة خطيرة ومهمة، يعني ربنا يبارك لك يعني في ولادك، بشوفك مع حنين ما شاء الله متفوقة رياضيا وبتحصل على بطولات، في نفس الوقت انت مديرة، مسؤوليات كتيرة عليكي، رايحة جاية، تليفونات ما تبطلش من الزملاء اللي معاك في الترابيزة أو من الشركة نفسها. بتوازني من كل ده ازاي يا دكتورة نيفين؟ هو الحياة أصلا كلها، يعني لو ما كانش فيها الصعوبات والحاجات اللي احنا بنواجهها وبعد كده ناخد ريورد عليها، سواء كانت معنوية سواء كانت مادية سواء كانت كذا، ما كانش هيبقى ليها طعم. فدايما كل حاجة صعبة. يعني أنا في الأول مثلا عشان حنين تدخل جمباز وعشان تلعب وعشان كذا، واجهت صعوبات في الأول شوية، ما بين إن هم في البيت لا بلاش، ليه البنت تلعب كده ومش عارف إيه وكلام زي كده، وبعد كده ما ها لحد ما راحت ولعبت وكلام زي كده. دلوقتي هم كمان مبسوطين بالنجاح اللي هي واصله له، ومبسوطين إن هي كمان شخصيتها اختلفت تماما. فعايزه اقول لك ان الموتيفيشن متبادله ما بيني وما بينها، يعني صحيح صحيح. يعني عايزه اقول لك ان هي من ضمن الحاجات اللي انا طول الوقت بكون حريصة عليها، ان هم يبقوا فخورين بمامتهم، وانا كمان اكون فخورة بيهم على قد ما اقدر. بحاول اوصلهم للنقطة دي ان هم يعني يبقوا مبسوطين بماما. يعني تمام. انا لو انا بتأخر بره، لو انا بعمل كذا، بحاول طول الوقت ان انا اوازن بحاجات تانية، او ان انا اكون موجودة في وقت تاني، او طول الوقت متابعة بالتليفون او كلام زي كده. ونجاحها بيبقى موتيفيشن ليا انا، في شغلي اكتر، ان انا ابذل اكتر وان انا احاول اعمل اسم احسن. ان هي طول الوقت لما بتبقى لما رايحه اي مكان مثلا ويشوفوها، ايه ده انت بنت نيفين ومش عارف ايه وكام، بتتبسط قوي، بتتبسط قوي 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 ان اه، هي ربنا يخليها لك يا رب، حد عارفها تفرحي بيها. عن طريقي او العكس. تيجي تقول لي يا ماما ده احنا مشهورين، يا ماما ده احنا عارف ازاي. ايوه. بس ف انا بحس يا دكتور ان البنت يوم اجازه ما بتاخديش اجازه الا عشان بطولاتها او مشاويرها، يعني ما ده شفتكيش. حقيقي، اه. حقيقي. حقيقي كنت بتحوشي وبيبقى الراحه يوم جميل بتاعتها. والله. بيبقى يوم جميل والله، جدا جدا، ببقى مبسوطة ربنا بيه جدا. يبارك لك يا يعني رب، الأجواء ربنا. بتاعته بتبقى لطيفة. وزي ما هي بتستناه، أنا والله العظيم كان فين بستناه. من ضمن اه. الحاجات بقى اللي هو كان أخضر بقى، أنا أروح وأسافر امم. انا عندي شغل، انا مش فاضيه للكلام ده. بس كسرت النقطه دي برضو من الحاجات اللي انا غيرتها، ورحت معاها مره لقيت الموضوع ممتع جدا جدا. اه. هو في ايوه، في على مشقه الجانب وسفر. الاخر في حاجات حلوه من اللون بتاعنا، دايما بقول لزمايلنا اه دي والله مش دايما اللي اتعودته وعارفه وجربته. مم. لا خليني اروح مره كده. رحت اول مره رحت معاها فيها، وكانت بطوله. لا لقيت ان الموضوع فرق معاها جدا 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 جدا، وفرق معايا انا شخصيا. طب انا طب ما الموضوع طلع حلو اهو، ما اجرب، ايه مثلا المشكله؟ يعني اه. انت عارف. يعني هي حته المسؤوليه هنا اللي كانت بتحركني ان انا اروح، وحته ان انا الروتين بتاعي هيتغير في يوم علشان لا. صعبه، ايوه فالمسؤوليه كانت تتحتم عليا طبعا ان انا اروح. ما ينفعش ان تبقى كل اصحابها طول الوقت، حتى هي كمان. يعني انا كمان مش بروح معاها التمرين، يعني هي اصحابها ماماتهم يعني بيروحوا معاهم التمرين وكده، بس انا ما انت ما بروحش عندكيش معاهم وقت، التمرين. ايوه، انت بتروحي بس عشان تتويج بالبطولات، ما شاء الله عليك، يا اه ربنا يبارك لك يا رب. فبقيت حريصه جدا من فايه اول اللي بطوله علمته؟ لما انا طيب اروح. السؤال بقى يا دكتور نبيل، ايه اللي علمته لها من مهارات الدعايه؟
من مهارات الدعاية ان هي يعني موضوع ان هي برضو حابة اسمها وحابة ان هي تعمل علاقات كويسة مع، يعني انا بروح بتفاجئ بحنين مع الناس، والله العظيم اه. بجد يا دكتور علاء. امم. بتفاجئ بحنين مع الناس اللي هي بقى تلاقي كل العيال، كل الولاد الصغيرين الاصغر منها كمان رايحين يحضنوها ويبوسوها، والامهات بقى امم. يعني عندهم شغف بحنين وحب الحنين غير طبيعي. الاريا برضه مغطيه الاريا وحوالين الاريا كلها يعني. اه. اه مم. فتحس ان هي لا عامله علاقات كويسه جدا، الناس بتحبها بشكل كويس. يعني عامله جو كويس، يعني عامله جو كويس. ربنا يبارك لك فيها يا رب، مره هي انا، واخوها. الله يخليك، مره انا داخله الدكتور اصلا لقيته، هي يعني ساعات بتروح تدرب كده، يعني هزار كده مع المدرب بتاعها، فبتدرب البنات الاصغر اصغر، فلقيته بيقول لي ده انا عارف حنين دكتور. فبقول له يا. عارف حنين بجد والله شفتها مم. فين؟ فقال لي ما انا ولادي بيتدربوا معاها وهي ما كمان اللي شاء الله بتدربهم. ما شاء يا الله. بقى لما قلت لها كده بقى يا اه يا طبعا اللي هي بتتعكس اهي. اه اه. عشان تعرفي ان انا مشهوره وشخصيه جامده في المجتمع وبتاع ربنا يخليها لك وكلام يا زي رب كده. وتفرحي بيها يا رب، اه ربنا يخليها لك يا دي رب. من الحاجات برضو اللي الحمد لله يعني بتنعكس عليا، يعني عارف بحس ان لا، يعني زي ما قلت لك كده احنا الاثنين بنعمل موتيفيشن لبعض. وطبعا ربنا مؤمن يعني يخليها. الى حد ما الصبيان اصعب شويه، اصعب شويه مم. في التعامل كتير، خاصه ان هما الاثنين في مرحله مراهقه. ف بيبقوا انا كنت في الاول فاكره ان خلاص بقى انا عايزه بس حد بقى ما اقعدش انا اللي ماسكه السندوتش واجري واكل واجري واعمل لا دلوقتي بجري اكتر بس. اصعب ده مرحله اصعب، الواحد كان هم صغيرين يعرف يسيطر عليهم. اه والله لا ده كان الأول، انا عايزه ارجع لمرحله السندوتش والجري ايوه والله، كانت هينه اللي احنا زعلانين منها دي. فدلوقتي لا، يعني ربنا دلوقتي يخليهم لك وانا يا رب. احنا كنا بنتكلم كده على حاجه معينه وحضرتك قلت لي قول لها الناس شافوكي بالشكل ده والشكل ده احسن وكلام زي كده، فبرضه استخدم معاها الحاجات دي. مم. ان يبقى خلاص بقى الناس عارفينك وبتاع، فلا نعمل كذا ونعمل كذا ومش عارف ايه، فلا في حاجات كتير الحمد طب لله الحمد لله يا رب، الحمد لله. نقول لها. سواء انا بقى قاصده او انا اه ساعات بعملها كده بالحظ وبتيجي والدنيا بتمشي والامور الحمد بتكون طيبه لله. يعني. ربنا الحمد يبارك لك فيها يا رب، ربنا يبارك لك فيها. لله. الله يخليك، الله طيب يخليك يا لو دكتور عبد. هتدينا نصايح للزميل مدير في أول 3 شهور، شايفاه يعمل إيه وما يعملش إيه؟ 3 نصايح على السريع كده. اول 3 شهور. يعمل إيه؟ 1 2 3، وما يعملش إيه؟ 1 2 3. سؤال صعب. أيوه، أنا ما بديش أي، عشان الناس تبقى الزملاء سامعين أو عارفين كمان، أنا ما بديش السكريبت، السؤال زي ما يجي بقى ساعتها. هو اه بيجهز معايا أنا غالبا أو حسب سر الجلسة، لكن الضيف يعني بيتفاجئ مثلا. هو أول 3 شهور ده لازم يعرف الاريا بتاعته كويس، لازم يعرف الشباب اللي معاه بشكل كويس ويندمج معاهم ويعرف كل واحد نقطة قوته ايه، ويشتغل زي ما حضرتك علمتنا أكتر على نقاط القوة مش على نقاط الضعف، لأن ده هيفرق معاه كتير جدا. ويعني يبقى يعني يعني احنا لو بنتكلم على مدير جديد خالص، جديد خالص، يبقى يعرف القراية حلو جدا ويعرف اه نقاط قوة يعرف الاريا الزملاء. كويس جدا، ويعرف نقط القوة، يعرف الناس الكي او ال اللي كانوا بيكتبوا مين اللي كان بيكتب اصلا الحاجات دي، ولا ما كانش حد بيكتب، هيبدأ من الستيب الاولانية خالص. ينزل لمين يبقى معرفه ان انا انزل لك اول ما بقيت مدير وانت طبعا معايا وكلام زي كده. الناس بتوعه بقى، الناس اللي هم هيبقوا سبورت ليه تمام. وهيبقوا هيبقوا طيب هيعملوا سبورت جامد. حلو، يبقى ما يعملش ايه. م. طب قبلها انت قلت حته ان يعرف نقاط قوه، وده بالفعل انت ذكرتيه في اخر تدريب حضرتيه معانا في رمضان، اللي هو مانجنج اب. فقلت اه فعلا انك عارفه نقاط قوه الناس وبتخاطبيهم بكل واحد لغته. ممكن تشاركينا على السريع كل واحد كنت بتعمل، فلان بيعمل نمط كذا بتعملي معاه كذا.
نقاط قوة كل بني آدم. يعني هو مثلا بيمشي كل حاجة بالتحليل وبالأرقام والكلام زي كده. فده دايما كنت الموتيفيشن بتاعته ارقامك وصلت لحد كذا واحنا لسه باقي علينا كذا اه، وكلام. فكل مخاطبتي معاه بالارقام. اللي حد هي تاني اساسا اللي هي اساسا انت قلت في بدايه الحلقه مش بتاعتك وما بتحبهاش وكنت محرجه من الرقم بتاعك اللي هو في اللون الازرق. مع ذلك لما عرفتي قوتها بقيت بتستخدمها للزملاء، انما بالنسبه لي انا عادي، صح؟ طبعا. والموتيفيشن اه. بتاعها ان هي عايزه مم. تبقى ليدر في يوم من الايام مم. وهي فعلا عندها المؤهلات والحاجات اللي تأهلها لده. ف مم. فهمك ف للناس ساعد، ده كده بالنسبه لده، وايه تاني اه ما هي عملتيه؟ نقطة قوتها مثلا ان هي تبقى ممكن اديلها ديليجيشن في حاجات معينة وكلام زي كده، فكان ده بيساعد جدا. هي ما عندهاش حتة ممكن يبقى في الغالب يعني الناس اللي هم بيبقوا ازرق ازرق دول بتبقى الدنيا عندهم في الاحمر ضايعة شوية. شويه، فانت او ما بيعينوها للحبايب شويه، ما بيظهروهاش يعني. اه. حبايب الحبايب الحبايب ايوه. الام والاب، عدا الام والاب خلاص اه. الموضوع انتهى. طيب قلت لي فرق في التدريب فعلا ان عندك حد انترو، فكنت بتقولي له مقله ودل تقريبا وما بتتصليش بيه كتير، انت مديره وما بتتصليش بيه. تخيل، انا عايز عشان الناس حد تبقى عارفه. اه طبعا هو حد من الناس انا فاهمه ان هو رنه التليفون بتعمل له ارتكاريه. اه صحيح، اللي هو انا ما كنتش فاهمة الانتروفيرت كده في بينما ما الاول. بترسلش يعني بيرسونا انا ما كنتش اتنين. فاهمه اه. انت يعني ايه انا مديرك بتصل بيك انت ما بتردش عليا انت مجنون. فلا بعد كده لما الواحد بيسمع فيديوهات وبيعرف وبيدرس او بياخد كورس او كذا او كذا او كذا، طبعا كل نظره الانسان للحاجه بتختلف تماما. يعني صحيح بتختلف صحيح تماما تماما صحيح. تماما ان هو يعرف الشخص ده بيعمل كده ليه. يعني الشخص ده بيعمل كده ليه. ممكن انا ابعت له رسالة ويرد عليا في ساعتها، ومن غير بقى ما نتدخل مع بعض في لخبطة ولا الكلام ده خالص. الامور تتحل وهيديني نفس الريزلت اللي انا عايزاها من غير ما اضايقه. انا مش مضطره او مش اصل هو مش تحكمات مدير بقى، لو ارن لا 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 ارن الساعه 12 بالليل بالظبط. ترد عليا، صحيح. لا 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 بالعكس انا أنت يعني انا ده يعني دي من الحاجات برضو اللي مهم جدا المدير يتجنبها. مش خلاص بقى مش خلاص مسك اليافطه وانا مدير انا مدير انا مدير انا مدير. لا 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 بقى الحته دي مدير ازاي بقى؟ ما أنا بقى مدير ازاي؟ اه. يعني دي من الحاجات اللي هو المدير يتجنبها خالص. حته ال ويسيبهم هم يتعرفوا عليه. يعني يسيبهم هم يعني اي مكان الواحد بيدخل فيه جديد، خاصة لو هو داخل على تيم مثلا، الناس بتبقى هايبة مين ده هيعمل ايه، هيجي يشقلب الدنيا، هيجي يغير التيم، هيجي يعمل مش عارف ايه. سيبهم هم يعرفوك بشكل كويس وانت تواصل معاهم مع كل واحد بطريقته هترتاح. في حد لازم اكلمه، لازم لو ما كلمتهاش انت زعلانة مني، انت ايوه صح. ما بقيتيش اول تحبيني. حرف، اول حرف اتش اكيد يعني. دي من الناس اللي عزيزة على قلبي بجد والله. اه. يعني هو لا ربنا لازم يوفقها يا رب، ربنا يوفقها. يا رب. حنان من الناس المحترمة جدا برضو اللي انا كنت مم. محظوظة ان انا اشتغلت معاها في فترة. وحد محترم جدا وحد بيحترم المكان، وكان عارف بقى اللي هو ايه. ده المثال الصارخ للي هو ليد باي اكزامبل اللي انا عملته مع حنان. كانت هي بتطبق اي اه. حاجة حتى لو بتسمعها من شخص اخر. وده اللي بيبقى اكتر بيوصل بقى للناس اللي هو ما تعرفش الشخص نفسه. يعني مثلا حد هي بتدخل لدكتور فيقول لها ده كانت بتنزل وكانت بتعمل وكلام زي كده. ده لو حد ما يعرفش. انما لو حد عارفك بقى ومصدق فيك بيعمل كل اللي انت كنت بتعمله، بيشوفك انت على بتتكلم ازاي طول بيتكلم زيك. بتطبق على طول، لو ايوه. دخلت مثلا كنا في مؤتمر مثلا دخلت قلت للدكتور يا مؤتمر ناجح وربنا يوفقك يا دكتور، تلاقيها حفظت الكلام وبتقوله بطريقتها امم. وبطريقه برضو احسن كمان. انت التاتش بتاع، لانها بقت مقتنعه، لانها شافت الاثر بتاعك على الناس، خلاص يبقى انا ابتدي من حيث ما انتهى الاخرين. اه بالظبط. دي من ضمن الحاجات اللي فعلا تبين النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دي. فكل واحد يعني حرصك على ان انت تتعامل مع كل واحد
هو بيحب يعني انا عايزه في الاخر ريزلت. كلنا مم. عايزين، كلنا رقم، كلنا بس ما ارقام. نجبرش الآخرين على اللي احنا شاطرين فيه، لكن بس نفهمهم الريزلت ازاي والطرق اهي، واختار انت. بالظبط. وهو بقى كل واحد يعني هتلاقي النتيجة أفضل، يعني هتلاقي صحيح. النتيجة أفضل. أنت هو واصل له إن أنت عايز تريحه وعايز تتعامل معاه. ما هو إحنا بشر يعني، برضو ده من ضمن الحاجات. إحنا بشر لازم أتعامل معاه. مش آلات، يعني إحنا مش صحيح. آلات. أنا يعني ممكن زي نقول كده ملخص دعاية مع دكتورة نيفين: الناس ثم الناس ثم الناس. اهتم بالناس اهتمام حقيقي. الناس اللي هي الكاستمر بتوعك، الدايركت كاستمر، والدايركت ريبورتس اللي معاك، زمايلك على الترابيزة، الصيدلي، المخازن، كل حد انت بتتعامل معاه هو شخص مهم. راعي طبعا. الناس، ما تجبرش الناس على اللي انت كنت شاطر فيه. انت نعم انت كنت شاطر في كذا، لكن مش شرط الاخر كده. راعي انماط الناس وانماط التفكير بتاعت الناس، هتفرق جدا معاك. لو قلنا نصيحة او ملخص للدعاية في 3 4 كلمات، كلمات بس يا دكتورة نيفين، تلخص الدعاية في ايه؟ كدعاية وكإدارة او ميديكال ريب، توصفيه بكلمات ايه؟ مختصر، كلمات مختصرة. الميديكال ريب. مم. الميديكال ريب، اي حد عايز يشتغل في اي مجال في الدنيا، يعني اول حاجه بي يور سيلف. مم. تاني حاجه، اعرف ان انت الحاجه اللي انت بتعملها دي دلوقتي مكمله معاك على طول. فاحرص ان انت تعمل شخصيه كويسه تحترم على مدى بقى، يعني الستبس اللي انت هتاخدها في الكارير باثوي بتاعك. يعني احرص دايما على ان انت تبني دي زي حاجة كده انت بتبنيها. حاول تبنيها وخلي الاساس حلو. لما الاساس بيطلع حلو الدنيا بتبقى اسهل بكتير بكتير معاك. يعني كل ما كان الواحد بيحب شغله وبيحب المكان اللي هو شغال فيه وحابب ان هو يعمل اسم، كل ما كان ده بيوصل للناس بشكل كويس خالص وبيتقدر عند الكل بقى. مش هنقول عند الدكتور ولا عند الصيدلي ولا عند المخزن، لا، الناس كمان هي كمان بتقدر ده بشكل كويس. طيب، شكرا جدا ليكي، وشكرا على الرحلة الجميلة. شكرا على تعبك ومجهودك وتقديرك للناس وحبك اللي يكون لك أثر. ربنا يكتبه لك يا رب دايما، ونفتكرك دايما بكل خير يا دكتور نبيل. الله شكرا. يخليك الله دكتور علاء يكرمك. على الفرصة دي. بشكرك جدا 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 ويا رب دايما كده. يعني زي ما قلت لك بقى، يمكن احنا ما قلناش النقطة دي هنا، بس I am proud ان انا يعني عارفة حضرتك بقالي كتير. الله يعزك يا رب، وأنا نفس الشعور والله. الله يخليك. وكنت سعيدة جدا من ان انا من ضمن الناس اللي الاسم بتاعي مذكور في الكتاب بتاع حضرتك. فدي مم. كانت حاجة من الحاجات اللي انا كنت مبسوطة بيها جدا. وطول الوقت بقى لما حد يجي يسأل يعني عن حاجة تخص اه. حضرتك، انا عارفة الله انا عارفة دكتور علاء الله عمر يعزك يا رب، الله يعزك يا رب، والله الله يخليك يا رب. يعني بجد انت من الناس اللي أثرت في حياتي، والله العظيم مش بقول كده يعني ده الله حقيقي. يعزك يا رب، الله وقت يعزك، من انت تستاهل الاوقات كل انا خير يا رب. فعلا كنت خلاص، يعني كنت خلاص بجد مش عارفه اروح فين ولا اعمل ايه. بس يعني لما حضرت معاك، لا، الدنيا اختلفت معايا بشكل كبير جدا. آم، نصيحه مهمه بقى، لان دي من ضمن الحاجات اللي بجد والله. يعني ما تخليش يعني زمايلنا واصحابنا وحبايبنا الشباب، ما تضيعش عمرك في ان انت تقعد تتفرج على فيسبوك او كذا او كذا او كذا. خلي كل يوم عندك وقت كده، كل يوم حاجة صغيرة بتعملها بس مكملة معاك، دايما معاك. كل يوم اكتسب حاجة جديدة، مهارات جديدة. وحضرتك لما انا كنت موجودة معاك في السيشن الاولانية، كنت بتقول لنا دايما خليك حريص ان انت تقرا في الشهر كتاب يكون خاص صحيح. بالحاجة اللي انت شغال فيها، او كتابين. واقرا بره شوية عشان تعرف برضو، يبقى عندك خبرة وعندك عارف. توسيع لو حد مدارك، اه. كلمك في حاجة تبقى انت برضو على دراية بحاجات كتير. بس في فيديوهات، انتوا الدنيا دلوقتي مفتوحه لكم بشكل كبير جدا في حاجات كتير. فالحاجات بقى اللي هي خاصه بشغلنا او خاصه
بالكتب، او لو انت ما بتحبش تقرا اسمع حاجات بودكاست وحاجات. مش بقول كل حاجه تبقى خاصه بشغلنا، بس طول الوقت اشتغل على استفيد نفسك. بالوقت، في استفيد حاجات بالوقت، كتير. ان انت اه قلت هتكمل معاك، كده كده هتكمل معاك، في فاكمل معاك حاجات حاجة كتير. حلوة. اه بالظبط كده، غيرت فعلا فكرتي عن حاجات. يعني في حاجات انا ما كنتش فاهمه انا بعملها كده ليه، وبعملها كده وخلاص. بس لما بقراها او لما بدرسها او لما بسمع هي لما بتتعمل كذا بالطريقه الكذا بتدي نتيجه كذا، والحاجات دي بتفرق معايا جدا 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 في التطبيق بقى، ان انا افضل اعملها بقى. ما هي فعلا طلعت افكتيف معايا. وانا عملتها مره كده باي لك كده، او وخلاص ونسيتها. لا بقيت واعية حريصه انك عليه. بتعمليها، واعية بيها اه دلوقتي، اه الاويرنس زاد. اه بتتعمل ليه، والريزلت بتاعتها فعلا بتطلع حقيقيه في مواضع كتير. فاحرصوا ان انتوا طول الوقت تنوروا مخكم. تنوروا مخكم وما تشتغلش وانت متضايق، وما تشتغلش وانت لا. طول الوقت اعرف ان انت كل مجهود انت بتعمله هيوصل لك هيوصل لك هيوصل لك. والشغل بيجيب شغل، الشغل دايما بيجيب شغل وبيعمل لك اسم وبيعمل لك. عند الصيدلي عارف لا ده فلان ده، اي شركة بيروحها البرودكت بتاعته بتشتغل بتطير. هات بقى من البرودكت دي 10 من كل يعني على طول. ما بيبتديش من الصفر، بيكمل من حيث انتهى فعلا. اه بالظبط والله. فربنا يوفق الجميع، ويا رب يا رب يا رب اكون خفيفة على قلوبكم. واسفة لو انا في حد نسيته او نسيت اقول عليه. انا بعتز بناس كتير بجد والله، واستفدت منهم كتير 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 كتير. والتعلم مش عند حد معين يعني. لازم الناس طول الوقت مهما وصلت يعني، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فطول الوقت الواحد لازم يابديت مع نفسه كده حاجات كتير قوي بتنفعه. فيعني يا رب يا رب يا رب نكون سبب ان الناس تتعلم، ونفضل نتعلم من ناس اكبر مننا خبرة واكبر مننا سنا، ويا رب ينفع بينا الناس يا رب، وينفع بيك يا دكتور اللهم علاء. امين. الله يعزك يا رب، الله يعزك، الله الله يخليك يا يخليك. رب. وشكرا الله جدا يخليك. ليك والله يا دكتور نبيل. الله شكرا يخليك. لزمايلنا الاعزاء، ونتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله من الله بودكاست يخليك. من شكرا دبل فيزيك. دكتور علاء. شكرا شكرا جدا ربنا لك يا رب. يبارك. شكرا. شكرا. الله يخليك. مع السلامة. شكرا حقيقة يا دك، والله بجد ألف شكر. الله يخليك. بجد والله تسلمي يا رب، والله أنا كده. الله